هنا لندن BBC. التاسعة بتوقيت غرينتش. تحية لكم يا سادة من لندن BBC، وهذه نشرة الأخبار يقرأها محمود المسلمي. مجلس الأمن الدولي يدين بشدة سقوط قذائف سوريا على الأراضي التركية يوم أمس. رئيس الوزراء التركي يعلن أنه لا نية لديه لشن حرب على سوريا، لكنه يحذر من مغبة ما سماه اختبار التزام بلاده بالدفاع عن مواطنها. العاهل الأردني يحل البرلمان ويدعو لانتخابات مبكرة عشية تظاهرة دعت إليها المعارضة للمطالبة بإصلاحات دستورية. الأنباء بالتفصيل من لندن BBC. أدان مجلس الأمن الدولي بشدة سقوط قذائف سوريا على الأراضي التركية، وكان ذلك قد أدى إلى مقتل 5 مدنيين أتراك. ودعا البيان الذي صدر الليلة الماضية وتلاه الممثل الدائم لغواتيمالا لدى الأمم المتحدة جيرت روزنتال إلى وقف فوري لما سماه انتهاكات القانون الدولي. إن أعضاء مجلس الأمن يطالبون بوقف فوري لمثل هذه الانتهاكات للقانون الدولي وبعدم تكرارها، ويدعو المجلس الحكومة السورية للاحترام الكامل لسيادة ووحدة أراضي جيرانها. وكانت روسيا قد رفضت نص مسودة سابقة لمشروع القرار يصف الحادث بأنه تهديد للأمن والسلم الدوليين. من جانب آخر، أكد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أنه لا نية لبلاده لشن حرب على سوريا، لكنه حذر من مغبة ما سماه اختبار التزام بلاده بالدفاع عن مواطنيها. إن تركيا تريد السلام، ولا شيء إلا السلام في المنطقة. هذا هو كل همنا. نحن لا ولن نريد الحرب، ذلك لما نراه من عواقب وخيمة للحرب الدائرة في العراق وأفغانستان. ونحن نقدر أيضا الثمن الذي دفعته سوريا خلال الفترة الماضية، لكن تركيا قادرة على حماية مواطنيها وحدودها، ولا ينبغي لأحد أن يشكك في قدرتنا على ذلك. وبينما قال مسؤولون أتراك إن دمشق قدمت اعتذارا لأنقرة عن حادث سقوط القذائف وقدمت ضمانات بعدم تكرار ذلك، قال السفير السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري إن سوريا قدمت تعازي للحكومة التركية لسقوط ضحايا، لكنها لم تعتذر لأن التحقيقات ما زالت جارية بشأن ما جرى. من الأنباء التي وردت إلينا الآن، أطلق سائح أمريكي النار على بهو فندق في إيلات في إسرائيل، أدى ذلك إلى مقتل شخص قبل أن يطلق أفراد الأمن في الفندق النار على المهاجم ويردوه قتيلا. وقال متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية أن الرجل خطف سلاحا من أفراد الأمن في الفندق بينما طوقت شرطة مكافحة الإرهاب المكان، وسنوافقكم بالتفاصيل حال ورودها إلينا. هذه الأنباء تأتيكم من لندن BBC. قرر العاهل الأردني عبد الله الثاني حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة عشية تظاهرة حاشدة دعت إليها المعارضة للمطالبة بإصلاحات دستورية، ولم يحدد بيان مقتضب صدر عن الديوان الملكي أي موعد لإجراء الانتخابات. وقال رئيس المكتب السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن زكي بني أرشيد أن التظاهرة تطالب بإجراء تعديلات دستورية سبق وأن تقدموا بها وبمطالب لتحقيقها. هذه المسيرة تأتي في سياق تأكيد القوى الوطنية
والحركات الشعبية والشبابية والحركة الإسلامية، تأكيد على المطالب الإصلاحية التي انطلقت منذ ما يزيد عن 20 شهرا. أعلن مبعوث فرنسا لدى مالي جيرار أورود أن بلاده ستطرح قريبا على مجلس الأمن الدولي قرارا من شأنه أن يمهد الطريق أمام الحصول على تفويض من الأمم المتحدة بتدخل عسكري في مالي. نفت الشرطة في جنوب أفريقيا مسؤوليتها عن مقتل رجل عثر على جثته في أعقاب اشتباكات بين الشرطة وعمال مضربين في منجم للبلاتين. وعلى صعيد آخر، من المنتظر أن تصدر محكمة بريطانية اليوم قرارا بشأن إذا ما كان يحق ل3 كينيين ممن حاربوا من أجل الاستقلال أن يقاضوا الحكومة البريطانية لما تعرضوا له من تعذيب على أيدي سلطات الاستعمار. تعقد اليوم فعاليات الاحتفال بذكرى مرور 50 عاما على ظهور أولى أغاني فريق البيتلز البريطاني في مدينة ليفربول. يشارك في الاحتفال أكثر من 1000 عضو يقومون بأداء جماعي لأولى أغنيات الفريق. مزيد من التفاصيل في موقعنا على الإنترنت bbcarabic.com.